البانيه الخفيف ده اللذيذ ده انت بتجيبيه من عند الفرارجي بتاع الفراخ، تروحي تقولي انا عايزه البانيه، بيديهولك هو مقطعه، بيقطعه كله سمك واحد ومقاس واحد. بتجيبيه وتعمليه، ما يا دوب بتقليه، بتسيبيه، ممكن تسيبيه ساعه في التتبيله او ساعتين، ممكن تبيتيه طول الليل براحتك. وبعد كده بتقليه، بيبقى طعمه حلو، بتاكلي بيه مكرونه، بتاكلي بيه اي حاجه اللي انت عايزاه. معايا جزر وفلفل وبصل وتوم. كل دول مع علبة زبادي هضربهم في الخلاط مع شوية مية بساط كده، هضربهم في الخلاط. ممكن اتنازل عن المكونات دي كلها واعمل التوابل بس اللي احنا هنشوفها دلوقتي. ايوه ممكن هنعملها، يبقى طعمها حلو مع شوية صلصة ومع الليمون، هتعمليهم وتبقى طعمها لذيذ. معايا خلطة شاورما وخلطة فراخ وبابريكا وكاري وكركم وكزبرة وكمون وفلفل اسود وسبع بهارات، معاهم شوية الزيت والليمون، ليمونة ليمونتين، الليمون بيخلي ريحته حلوة وبيضيع ريحة الزفارة، وشوية الملح. كل دول هقلبهم مع بعض كده. اظبط الملح بتاع الحاجة علشان يطلع طعمها حلو. كل دول هقلبهم مع بعض كده، وهحط فيه البانيه. ممكن تسيب البانيه ساعة ساعتين، تسيبيه طول الليل زي ما انت عايزة انت والوقت اللي قدام منك. هغطي البانيه بالمكونات دي كلها، وبعد كده هقليه، هطلعه احطه في الدقيق وهقليه. الزيت لازم يكون كتير، انت عايزه البانيه يكون مقرمش وطعمه حلو. تسيبيه تطلعيه، ما تحطوش على ورقه زبده او ورقه فويل او طبق او في حله، لا احطيه على شبكه وسيبيه يهوي. الشبكه بتنزل البخار بتاعه من تحت ومن فوق، فما بترجعلوش تاني، فبيهوي بيبقى مقرمش. معانا الدقيق، الحاجة اللي احنا هنعمل فيها دي الدقيق ونشا وكركم وملح وفيجيتار وشوية معلقة من كيس خلطة الشاورما. كل ده هنقلبهم مع بعض وهنحطهم. عايزه شويه فلفل اسود كمان معاهم زي ما انت عايزه، بيديله نكهه حلوه وطعم حلو. مش عايزه تحطوا كل التوابل دي كلها خالص ويبقى يا دوب النشا والكركم والدقيق، حطيهم بس. ما انت حاطه كل التوابل دي كلها قبل كده في الخلطه اللي احنا عملناها. وبتطلعي البانيه تشيليه من الخلطه اللي احنا عملناها وتمسحيها حاجه بسيطه كده بالمعلقه، وتشيلي تحطي فوق منه بيضه واحده بس، تفقشها عليه وتقلبيها فيه كله كده، وتحطها في الدقيق وتقليها. البيضه بتخلي الكفر بتاع الدقيق يمسك، وتخلي البانيه مقرمش. احنا عملنا، حطينا كوبايه ميه على الخلطه اللي كنا عاملين فيها البانيه، ونحط فيها من غير البيضه. لو انت هتعملي من غير بيض تحطيه في الميه وتحطيه في الدقيق، وبعد كده تحطيه في الميه وتحطيه في الزيت. انما احنا الخطوه اللي عملناها، عملنا شويه كده وشويه كده، شويه نحطها في الميه والدقيق ونحطها في الزيت، وشويه نحطها في، عملنا بيضه عليهم، بس اللي كان عليه البيضه كان احسن واجمل واطعم من اللي احنا عملناه في الميه. حطيناه، بس بتشيلي بعد ما تعمليه كده وتكبسيه في الدقيق كده، بتنفضيه حلو عشان الدقيق الزياده عنه. عندك الزيت كان الاول بيغلي، وبعد كده توصلي النار علشان البانيه يستوي براحته من جوه، مش يتحرق من بره من الجهتين الاتنين، وبعد كده من جوه تلاقي حته الفراخ لسه طريه. لا، وكل حاجه ولها اكلها. يعني البانيه له اكله، في ناس بتحب البانيه وناس بتحب الشاورما. انا عندي الشاورما لما اعملها واجيب واعمل لها البصل والحاجات دي احسن من البانيه، وتعرفي تاكلي منها احسن من البانيه. زي ما حضراتكم شايفين اللون الذهبي الجميل ده، شويه الكركم هم اللي مخلينه لونه ذهبي كده، وما كترناش في اي حاجه. وممكن كنت تعملي التوابل بس والحاجات اللي عملناها دي، وشويه الدقيق والنشا عليهم شويه كركم وخلاص، والبيضه عليهم، كنت هتقلي كان هيبقى طعمه لذيذ برضه. وده كان طعمه جميل، والبصل مخلي له طعم حلو. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.